حبايبي عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. اول حاجه ما ننساش نصلي على النبي، وتاني حاجه ترحموا على جدتي ربنا يرحمها يا رب. تعالوا النهارده بقى هنعمل فيديو جميل جدا وسهل وسريع. بس اول حاجه متنسوش برضو تحطوا لايك كده للفيديو. وتعالوا النهارده بقى هنعمل حاجه لذيذه جدا. هنا في الحله دي حطيت 3 معالق وربع كده من النشا. حلو كده، ركزوا بقى معايا في الوصفه دي لاني هعملها لكم خطيره خطيره يعني، وطعمها لذيذ وكريمي لذيذة قوي يعني. زي ما قلت لكم حطيت 3 معالق وربع كده من النشا. وبعد كده هحط كوباية ونص اللي هي المج دي من المية. حلوة كده، مية عادية من الحنفية يعني، من من السخنة يعني، فاهميني؟ بص بقى، صلى على النبي. انا هنا حطيت كوبايه ميه ونص كوبايه حليب. انتي حليب ده بصوا كان فيه قشطه. انتي ممكن تحطي النص كيلو الكوبايه ونص ميه. تمام كده. يعني انتي ممكن تحطي كوبايه نص ميه عادي جدا. لكن انا حطيت كوبايه ميه ونص كوبايه ايه من الحليب. ليه؟ لان انا عايزاها فيها دسامه كده، وهنشوف دلوقتي ليه. بعد ما دوبت كله على البارد هبدا بقى ان انا انقلها كده على النار واقلب فيها لغاية لما النشا كلها تمسك في بعضيها. حلو كده. وطبعا على نار هاديه. بصوا بقى، انا هنا كنت فصلت الكاميرا ورجعت لكم تاني. بصوا، اول ما بتغلي بتبدا تعمل زي ما انتم شايفين كده في الحله. في الوقت ده يا جماعه بتبداي توطي النار عشان تعرفي تقلبي القوام ده كويس. واحنا عايزين يكون ماسك شويه. يعني احنا عايزين القوام كده، مش اللي هو زي مثلا المهلبيه تكون سايله، لا احنا عايزينه كده. بعد كده هتجيبي نص معلقه من الزبده، وتحطيها على النشا كده اللي احنا عملناه. وتقلبي تقلبي تقلبي لغايه لما القوام ينشف خالص خالص معاكي. تمام كده، مفيهوش اي سوائل، ومتاكده ان مفيش ريحه نشا. خلاص النشا دي راحت. فاهميني؟ هتجيبي بقى طبق كده مسلطح، يكون يعني مسلطح مش غويط. وتبدأي تحطي كل القوام النشا اللي احنا عملناه ده، وتحطيه في الطبق. وبعدين تساوي الطبق، لان احنا عايزين الطبقة بتاعته تكون رقيقة. عشان احنا دلوقتي هندخله الفريزر 10 دقايق يبرد، عشان نبدأ ان احنا نشتغل بيه. ماشي كده. عايزة تحطيه في التلاجة براحتك عادي، بس انا حطيته كده في الفريزر عشان ايه؟ 10 دقايق واشتغل على طول. تعالوا نشوف بقية المقادير. صلوا على النبي بس وحطوا لايك. هتجيبي بقى الخلاط او الكبه براحتك جدا يعني، زي ما انت عايزه. وطبعا طلعت النشا اللي احنا عملناها من الفريزر. هنا بقى معايا كوبايه زبادي، والكوبايه دي مش هنرميها يا جماعه. ليه؟ لان احنا دلوقتي هنعاير بيها برضو ميه. الكوبايه دي الكبيره اللي هي مش عارفه ب 13 جنيه او 14 جنيه حاجه زي كده. وبعد كده هحط الزبادي. وبعد كده معايا المايونيز ده كنت لسه جايباه برضو. هبدا بقى انا ناخد منه مثلا حوالي كوبايه مايونيز. حلو كده. بصوا يا جماعة، احنا بنعمل كده التومية. في ناس ما بتحبش خالص خالص المايونيز في التومية، مش عارفة ازاي. بس انا من عشاق المايونيز في التومية دي اساسي. في ناس بتحطي كله زبادي، فدي حرية شخصية بتاعتك. انت عايزة تحطي كله زبادي كله مايونيز زي ما بتحبي. حطيت معلقة من الخل، وحطيت 4 فصوص من الثوم، وكوباية من المية. حلو كده. وبعدين هتحطي شوية من الملح، ورشة صغيرة خالص من الفلفل الاسود. ولو عندك فلفل ابيض حطي، هيكون لذيذ جدا. بعدين هبدأ اضرب كل ده كده في الخلاط زي ما انتم شايفينه. انعمه خالص. بصوا ده القوام بتاعه يا جماعه. حلو. الملح طبعا بتدوقيه عشان تشوفي لو في اي حاجه. هنا بقى معايا النشا اللي احنا عملناها. انا كانت عايزه ملح، بتزودي وتظبطي. وكانت حسيت ان هي عايزه مايونيز كمان. هبدأ احط بقى النشا اللي احنا عاملينها دي كده في الخلاط واحده واحده، عشان يمشي معايا يعني، فاهميني؟ اهو زي ما انتم شايفين كده. الخلاط بقى بدأ ان هو يقف في السكينة بتاعته، فبتبدأي ان انت تحركي بال اللهم صل على النبي بالمعلقة. وتحطي برضو بقيت، وتحطي تزودي شوية ايه؟ مية. عايزة تزودي حليب زودي. بس انا عايزة اقول لكم على حاجة، احنا حاطين زبدة في النشا وحاطين حليب. دي اول حاجة. تاني حاجة، احنا مكلفينه حاطين مايونيز وحاطين زبادي. فالمية مش هتبان ان انت ايه عاملة اللهم صل على سيدنا محمد. مش هيبان ان انت عاملة التومية مثلا بمية خام، فاهميني؟ انا هنا جيت برضو زودت مايونيز تاني يا جماعة. فالطعم كان تحفة جدا يعني، كان جميل بجد. هنشوف القوام في الاخر دلوقتي. جميل قوي قوي قوي. بصي هنا بدأت ان انا اقلب عشان بس السكينة تمشي بتاعة الخلاط. حلو كده. هتبدأي تحطي شوية زيت بقى
وهتلاقي كله مشي معاكي في الخلاط زي الفل، واتضرب معاكي كويس جدا. تعالوا بقى نفضيه. بصوا القوام يا جماعه، انا عايزاكم تركزوا على قوام التوميه. بصوا بذمتكم ايه رايكم؟ وايه رايكم بذمتكم يعني؟ انتوا شايفين يا جماعه هي كريمي قد ايه؟ شايفين ما فيهاش اي تكتلات خالص خالص. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه جدا جدا، طعمها مظبوط، وظابطه الملح والمايونيز والزبادي، وظابطه كل حاجه، كانت مظبوطه بجد، كان طعمها تحفه جدا جدا. جربوها هتعجبكم قوي، انا عارفه ان هي هتعجبكم. تعالوا بقى نشوفها كده من قريب برضو. بص انا حطيتها على وشها كده مايونيز، وغطيتها وحطيتها في التلاجة لغايه اما نخلص بقى ايه بقيه الاكل السوري بتاعنا النهارده. تمام كده. بصوا بقى هتجيبوا كده صينيه. انا عايزه اقول لكم انا كنت اصلا عملت التوميه دي ونمت، وكنت هنا بقى بعمل الاكل، اقسم بالله حرفيا وانا نايمه على نفسي، يعني نايمه. حسيت ان انا وانا واقفه نمت كده، فاللي هو لا فوقي كملي الاكل. فالحمد لله ان هو طلع معايا بالجمال ده كله، لكن التوميه انا كنت فايقه وانا بعملها وكله زي الفل. بس يلا مش مشكله بقى. جبت هنا الطاسه اللي احنا بنقلي فيها عموما، يعني هي دي طاسه القليه، يعني لازم تكون كده. وبعد كده حطيت زيت عشان احمر برضو بطاطس، لان احنا بقول لكم سوري النهارده، خليكم معايا الفيديو هيعجبكم. اللهم صل على سيدنا محمد. بقى بصوا هجيب الصينيه زي ما انتم شايفين، حطيت فيها زيت. وبعدين بصوا بقى يا جماعه، لو عندك ليا حطي حته ليا، بتكون في الشاورما تحفه قوي قوي قوي. لو عندك ليا حطي، لكن انا بصراحه ما كانش عندي، فاستكفيت بالزيت عادي يعني. فاهميني كده. وبعدين هبدا انزل بالفراخ بتاعتي، كنت مقطعاها كده شاورما، مقطعه مكعبات يعني، فاهميني. هديها بقى صدمه، زي ما انتم شايفين لازم الفراخ تديها كده صدمه. اللهم صل على سيدنا محمد. ما تنسوش يا جماعة تحطوا لايك، اديني كل شوية بفكركم. بصوا بقى زي ما انتم شايفين، هبدأ ان انا اسوي الفراخ كده في الصينية، واديها رشة ايه من الفلفل الاسود. حلو كده. وبعدين بقى نبدأ نحط البطاطس بتاعتنا، كنت مقطعاها ومجهزاها وكله زي الفل. هبدأ بقى احطها عشان ايه نحمر البطاطس. وطبعا عاملين التومية. وعايزة اقول لكم يا جماعة، انت لما بتحطوا التومية في التلاجة وبتسقع كده بيكون طعمها لذيذ لذيذ. انا عايزة اقول لكم الفيديو ده بقاله شوية عندي، حوالي 10 ايام مثلا، والتومية لسه، لان انا عملت علبة، لان انا عامله بزياده، قصد ان انا اعمل كده عشان احنا بنحب التوميه جدا. فعندي في التلاجة كده باقي شويه، فحطاهم في برطمان كده صغير. طعمها لذيذ لذيذ لذيذ. باكلها بقى جنب فراخ بانيه عملناها، فراخ محمرة، بحمر بطاطس عادي في سندوتشات، بحط كاتشب وتومية. فالموضوع جميل جدا، اعمليها وحطيها في التلاجة هتنفعك في كذا حاجة. بعد ما الفراخ اتشوحت ونزلت السوائل وقربت تشربها خلاص، بدأت ان انا جبت البصل بقى. بعد كده هبدأ احط البصل. ولما حطيت البصل بحب جدا جدا احط رشة من السكر. ليه بقى؟ لان السكر بيكرمل معاكي البصل، بيكون طعمه لذيذ جدا جدا. فجربوا الموضوع ده، بيكون طعمه حلو جدا. وهنا برضو البطاطس زي ما انتم شايفين بحمرها بقى وزي الفل، ما تقلبيهاش كتير عشان ايه ما تكسرش معاكي البطاطس وكده، فاهمني. وبعدين هنشوح بقى كده زي ما انتم شايفين الفراخ شوحناها. وطبعا هحط بقى ايه هنا معايا فلفل اخضر، فلفل اصفر. بصراحه ما لقيتش فلفل احمر، فعادي يعني مش هنقف على الفلفل الاحمر يعني. هتحطي فلفل اصفر وفلفل اخضر. وبعدين هنحط البهارات بقى، حطيت فلفل اسود، وحطيت رشه كزبره وكمون، وكمان رشه من السبع بهارات، وبهارات الفراخ بتكون جميله جدا جدا في الشاورما. هتحطي كمان رشه منها، وهتظبطي بقى الملح بتاعك. وحطيت رشة من القرفة صغيرة جدا للي بيحب طعمها، اللي مش بيحب خلاص. ان البطاطس كان فاضل لها برضو حاجات بسيطة وخلاص. هتبدأي بقى تقلبي التوابل كده مع الشاورما. عايزة اقول لكم الريحة كانت خطيرة خطيرة، مع الفلفل. طبعا الفلفل اللي بتحطيه اخر حاجة عشان ما يتبلش معاكي، يكون فيه قرشة صغيرة كده، بيكون طعمه جميل جدا. فعشان ما يتبلش معاكي بتحطيه كده اخر حاجة، وانت بتقلبي بقى ايه الشاورما مع البهارات كده. بصوا شكلها لذيذ قوي قوي، وطعمها كان تحفة بجد والله العظيم. وطيت عليها. وبعدين هنا البطاطس كانت خلاص، قلت برضو اطلعها كده زي ما انتم شايفين، لونها بقى ذهبي كده وجميل جدا جدا. اطلعها وهحط شوية تاني يعني.
اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا ما تنسوش يا جماعه تحطوا لايك للفيديو، وبالله عليكم عشان انا بقالي كتير جدا جدا ما بنزلش، فحطوا كده لايك للفيديو. حطيت معلقه صلصه لان انا عايزه بصراحه لونها يكون محمر شويه يعني، وما كانش عندي بابريكا، فانت لو كان عندك بابريكا هتحطي معلقه صغيره بابريكا، لكن انا مش عندي. ممكن تحطي كمان هريسه لو انت حابه، بس انا مقطعه فلفل اللي هو السبايسي يعني، فما كنتش حرقه قوي، فما رضيتش احط بصراحه هريسه، حطيت بس معلقه من الصلصه كده صغيره عشان تحمرها معايا. هشوحها برضو كده كلها مع بعض زي ما شفتوا. وبعدين بقى معايا ايه شويه من حزمه صغيره كده من البقدونس. عايزه اقول لكم هتفرق معاكي جدا 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 في الشاورما اما تحطي البقدونس. بقى انا هنا خلاص كنت هطفي خلاص على الشاورما، يعني مش هخليها تدبل على النار، لا تخليها كده خضرا. بصوا انا طفيت. فالبقدونس بجد بجد بيفرق جدا في الشاورما. بصوا زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا، وطعمها كان لذيذ خالص خالص. معايا بقى هنا كنت جايبه بصراحه كايزر. هبدأ بقى ان انا افتح كده الكايزر بتاعي، واحط بقى من التومية القمر اللي احنا عاملينها. عايزه اقول لكم طعمها كان خطير خطير. وبعد كده تحطي بقى ايه الشاورما بتاعتك، والله العظيم احلى وانضف واوفر من بره بكتير جدا جدا. طعمها بجد كان جميل قوي. كمان حطيت كاتشب كده للي حابب. بصوا السندوتش والله مشبع قوي، ولو هتجيبي اصلا يعني من بره هيكلفك قد كده. فهو بصراحة اما تعمليها في البيت بيكون جميل قوي. تعالوا كمان نعمل واحد تاني كده مع بعض. تفتحي كده بقى الكايزر، وبعدين تحطي التومية بقى يا جماعة. عايزة اقول لكم هتحطيها في التلاجة، تعملي بقى بطاطس، تعملي فراخ بانيه، اي حاجة تاكليها جنبيها، بجد حلوة قوي. تحطي كده كاتشب. بصوا السندوتش عامل ازاي، كان تحفة قوي قوي، مليان بقى كده صوصات، فطعمه كان خطير. بصوا البطاطس، وده بقى انا عملت كام سندوتش، وللي عايز بقى تاني كنت بعمل له. بصوا السندوتش عامل ازاي، سموا الله بقى وكده وكله على طول. بصراحة كان روعة، كان طعمه جميل قوي. بصوا مليان اصلا بقى تومية وكاتشب مع البطاطس كده، طعمها كان جميل جدا. بصوا يا ريت بقى تجربوها بجد، والله جربوا الوصفة بتاعت الشاورما. السندوتشات مش هتاخد معاكم اي وقت، ومش هنقف في المطبخ كتير والحاجات دي كلها. جربوها هيعجبكم جدا جدا ان شاء الله يعني. اهو، واستنوني بقى في فيديو جديد، وباي باي.